متفقين ان ده احلى عيد ميلاد عدى علينا كلنا. الموضوع ابتدى لما خيالنا صور لنا اننا ممكن نضحك على سليم ابني ونعمل له عيد ميلاد كده على الضيق وسط قرايبنا وحبايبنا بشويه بلالين وتورته عاديه من اللي بتتجاب من اي بتاع حلويات ده، ونقضي كلنا العيد ميلاد سوا في جو اسري لطيف. بس لطيف ده انا ما قابلتوش، هو كان عنده خطط تانية، وهي اننا لازم نعمل له عيد ميلاده بشخصياته المفضله دلوقتي. يعني عندكم مثلا تجهيزات المدرسه كلها كانت بيها الشنطه، المقلمه، شنطه اللانش بوكس نفسه، والزمزميه والساعه وحتى العابه بقت عباره عن الكرتون ده. بعد ما حاولنا نحايله كتير اضطرينا على اخر لحظه نحجز كل حاجه بسرعه. بدانا الموضوع بجروب على الواتساب وظبطنا المواعيد وشكل الكيك والديكور، وطبعا كل ده حصل في يومين بالظبط، حتى ما لحقناش نحجز مكان، فقلنا يلا خلينا نعمله في البيت وخلاص، دي حاجه على الضيق كده يعني مش عازمين حد، ايه اللي هيحصل؟ وبما اننا لفينا كعب داير عشان نجيب تي شيرت عليه الشخصيات دي كلها مره واحده ما لقيناش، فاضطرينا ننزل قبل العيد ميلاد بيوم ونشتري تي شيرت ونطبع له عليه، ومن هنا ابتدى الاحتفال اللي بجد. نيجي بقى اليوم عيد الميلاد، وزعتهم الصبح كده شويه على الحضانه لحد ما احنا بس نجهز شويه حاجات بحيث يجوا يتفاجئوا. وجه الجندي المجهول اسراء اللي مش بس عملت احلى ديكور للعيد ميلاد، هي كمان اللي فكرت في فكره العرايس وقد ايه ممكن تفرق في اليوم. بصوا هي شخصيه حبوبه كده ما يتزهقش من قعدتها، خاصه كده تحس ان الحب طالع من عينيها للاطفال، وانا بحب قوي اللي بيحبوا شغلهم وبيستمتعوا بيه. وانا من هنا من موقعي هذا احب احييه على الفكره دي، لان دي احلى فكره عملناها. بصوا هو بصراحه كل اللي اتعمل حلو، بس البند اللي جالنا شقلب اليوم وغير مودنا. وبعدين بقى وليد راح جاب الاولاد عشان نشوف الرياكشن ده على وشهم، ومش ده هيكون الرياكشن الاخير، لسه فيه مفاجآت كتير. وعبال بقى ما كل حاجه تجهز هنا كانت وصلت بيان، ودي بقى من حظي انها جارتي، ومش بس كده من حظنا كلنا ان هي فنانه، وبقينا بنستنى اي مناسبه عشان نرسم على وشنا. انا اصلا برسم قبل العيال اساسا، بجد الفقره دي برضو بتفرق معاهم قوي، وهي شاطره وسريعه ودايما موجوده معانا في اي مناسبه حلوه. انا مش محتاجه اتكلم كتير، الجمال اصلا شارح نفسه. كلنا رسمنا وكل واحد حسب الشخصيه اللي خدها، اصل الشخصيات بتاعه الكرتون دي كل واحد فيهم بلون، فكل واحد بقى اختار الميك اب بتاعه حسب اللون بتاع الشخصيه. المهم دلوقتي بقى مستعدين تشوفوا المفاجاه، اخيرا باند شو وصلوا. بصوا كل اللي فات ده حماده، واللي جاي ده في حته تانية خالص. حلوه ده. انا عارفه انه مش وقت كلام عميق، بس قولولي مين متفق معايا ان وجود الناس الحلوه بتحلي حياتنا، وجود الناس اللي بتعمل كل حاجه بنفس. يعني على الرغم ان كان عيد ميلاد سولي بجد كان حلو قوي، اللي هو الاولاني بقى مش ده يعني، لا الاولاني كمان كان برضو حلو، لان حماتي كانت معانا، اخوات وليد جوزي برضو قرة عيني كانوا معانا بعيالهم، وقعدنا بقى نزقطط ونهيص وكلنا كنا فرحانين. بس عايزه اقول لكم برضو المره دي اتبسطنا قوي، عارفين كده وجود الصحبه الحلوه، القرايب، الجيران، الناس اللي بتنقذنا كده في اي موقف، بتعمل اي حاجه عشان تفرحنا مهما كانت بسيطه، بيبقوا حاسبين كده كل حاجه هم بيعملوها قد ايه ممكن تكون فارقه معانا، فبيعملوها بنفس كده وبحب. فقد ايه الاحاسيس الجميله دي بجد بتوصل لنا وبتحلي اي حاجه، حتى لو كان كل اللي بيعملوه حاجات بسيطه خالص او بالنسبه لهم عاديه، او حتى لو كان شغل. بس عارفين النفس الحلوه كده لما تدخل في الموضوع بتغير كل حاجه. انا كان نفسي اصور لكم اكتر من كده بكتير، كان من احلى الايام اللي عدت عليا من كتير. Festival with Ben Show. Jump. And Bobo. Hello everybody. After a few minutes. يلا عايزين نسمع سقفة كبيرة أوي سوري فين؟ عيد ميلادي. أيوة عيد ميلادي. يلا يوم حلو بيكم. سعولي كده كل سنة وأنا حلو زي ما أنا وأنت كل سنة. عيد ميلادي. أيوة يا وليد يلا هو ده.
العرض جاي والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو. يلا كل اللي بيحب سوري نرفع ايدينا فوق نسمع له سقف عالي قوي. فين اليوم الحلو ده؟ ايوه ايوه يا بطل يا شقي فاكرني ولا حاجه. اليوم الحلو ده يلا فين اوكي. باين الانشكاح ولا باين اكتر؟ بص انا كل اللي اقدر اقوله لكم الناس دي بجد مش جايين يعملوا شو ويعملوا شغلهم وخلاص، هما كانوا جايين بجد بيرقصوا فرحانين معانا كده ولا كانهم ولاد خالاتنا. خلصنا رقص، خلصنا تنطيط، نقف وقفه بقى عند التورته العظيمه دي. طعم ايه وجمال ايه وحلاوه ايه، احنا كنا بناكل كلنا التورته من جمالها خلصت في نفس اليوم. حقيقي بجد تسلم ايديها، بعيدا عن الطعم والحشو اللي كان مليان كريمه ومربى، ده غير اصلا الديزاين كان حلو قوي بجد. وانا زيكم دخلت جوه بس وانا بقطع التورته كده كنت عايزه ادوق، بس الموضوع وسع مني. اصلا انا نسيت اقول لكم ان بعد ما خلصنا العيد ميلاد كانت الاولاد لسه عندهم شويه طاقه كده، والبند مرضيش ينزل ابدا غير لما يراضيهم، وقعدوا يلعبوهم ويرقصوا معاهم. Schultern hoch, den Kopf nach oben. Soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco. You put one hand in and you shake, 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 shake. Everybody turn on. Bravo! Shake, shake, to the monkey, monkey, and you shake, 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 shake. الموقع هذا احب امسك المايك واشكر احمد وابراهيم ومحمد وفارس من باند شو، واشكر كمان اسراء هي وهاجر اللي من غيرهم بجد ما كانش هيبقى فيه ديكور واجواء حلوه قوي كده، واكيد الكيك التحفه من يامي سويت. صراحه ما تخيلتش ان اليوم اللي كان المفروض انه يبقى عالضيق كده وقلب مش مشكله نعمل له بس حاجه نفسه فيها، يقلب يوم كله فرفشه ونعنشه بالشكل ده. بس انا كمان يكفيني في اخر اليوم ان سوري قبل ما ينام قال لي انا مبسوط قوي قوي عشان عيد ميلادي كان جميل قوي النهارده. فيا رب كده قدرنا ان احنا نسعد اولادنا ونقدر نجيب لهم كل اللي بيحلموا بيه. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين، سلام.